لكن عندما يأتي الغربيون إلى مدينة بغداد واللوحات هذه الصور للرئيس صدام حسين بمختلف الأوضاع والملابس، من الأسئلة اللي يثيرها بهم أنه هل هذه عبادة شخصية؟ شعبنا لا يعبد إلا الله. Our people worship. ولكن العرب يقدرون القادة الذين يقدمون خدمة نزيهة لهم. But Arabs مثل كل الشعوب التي تعتز بتاريخها العميق، like all تعتز بقادتها. peoples who are proud of. لم نعتز بقادتنا. If we're not proud of our leaders, القدامى both old and present, past and present, فلن نشجع ظهور قادة. أنا أفهم I understand اعتقادات بعض الغربيين، ذلك لأن مرحلة تطورهم تختلف عن مرحلة تطورهم. that is, I understand that this is a مثلا stage of evolution. الرئيس بوش For instance, لو ذهب إلى President Bush, if he were to go to a village في أمريكا in the United States وناشدوه أهل القرية في أن and the يحسن villages شبكة المواصلات، and the village, سوف لن يستطيع أن يقوم بهذا. he أنت الآن لابسة هذه الملابس الحلوة، الرئيس بوش ليس له فضل فيه you are, لأنه هو الرئيس رقم كذا بعد Because he is- سلسلة من التطور في because he is حياته. president number so and so after ولكن صدام حسين but Saddam Hussein موجود في أي كمية حليب يعطى للطفل، is وموجود في أي جاكيت نظيف وجديد and is يلبس present العراق in الآن any وكان محروم من clean النقاط or الثورة. new jacket, وموجود في أي وجبة غذاء أفضل من ما And- كان يتناولها and العراق Saddam Hussein قبل is الثورة. present, is there in any. وموجود في القرار الذي Saddam Hussein is present in any حول decision نفط العراق in للعراقيين the بعد أن decision. كان يذهب إلى الأجانب. yeah, وموجود في كل التسهيلات And التي Saddam تقدم Hussein للمرأة is العراقية present in all التي تضع طفلها have now في obtained مستشفى in say بينما كانت ترمي طفلها in the old days. في مزرعة. أنا وضحت لماذا العراقيين يقدرون صدام حسين أكثر مما يقدر الشعب الأمريكي بوش. I have tried to explain